تحياتي اخواتي، الله يسعد اوقاتكم يا رب. معكم المهندس فراس من المانيا، الاستاذ طارق البربر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم الجزء الثاني من تصريف الافعال الشاذه. اليوم كمان اخترنا لكم 4 افعال راح نصرف لكم اياها مع الضمائر ان شاء الله، ونفهمكم اياها وشو الاختلاف اللي صار بين كل ضمير مع الفعل، شو اللي صار بين الفعل الرئيسي والفعل لما يتصرف مع الضمير. بدأ شغل. Guten Tag, wir konfigurieren heute 4 starke Verben. Wissen, tun, vergessen, backen. Wissen اخواتي يعني يعرف، تون يعني يساوي او مثلا انه افعل، يعني انا عم اعمل هذا الشيء، انا عم اساوي هذا الشيء. vergessen ينسى، نسيت مثلا، انا نسيت ينسى. باكن اللي هي يخبز، لما تخبز خبز او مثلا تعمل جاتو، هاي بيقولوا لانه انا عم بعمل جاتو، انا عم بخبز جاتو او انا عم بخبز خبز مثلا، وهالقصص هي. طيب بنبلش اول شيء مع الضمير ايش. Ich weiß, ich tue, ich vergesse, ich backe. انا بعرف، انا بعمل، انا بنسى، انا بخبز. مع الفعل الاول اخواتي ضفنا فقط الاي للفعل وحذفنا الاي والان من نهايه الفعل. مع الضمير مع الفعل تون حطينا شلنا الان وحطينا بداله اي. مع الفعل فرقسه شلنا الان فقط، ما سوينا شيء ثاني. بالنسبه للباكت شلنا كمان الان وخليناها ايش باكت. مثل ما انتم شايفين اخواتي بيختلف عن بعض الافعال مثل تون، تختلف عن الافعال الثانيه. فعل فيسن بيختلف عن الافعال الثانيه كما شفتوا اي. Du weißt, du tust, du vergisst, du backst oder backst. طيب اخواتي، انت تعرف، انت تفعل، انت تنسى، انت تخبز. تنتبهوا هون اخواتي كمان شو الاختلاف عن الفعل الرئيسي. دائما حبايب بنقارنها مع الفعل الرئيسي. شو سوينا بالفعل الرئيسي؟ كمان ضفنا ايه، صارت دو فايس، دو فايس. بالنسبه ل دو توست كمان نفس الكلام، شلنا ام حطينا اس تي. بالنسبه للفرقست مثل ما شفتوا شلنا الاي بدلناها بالاي وحطينا بنهايه الجمله حرف التي. بالنسبه لليخبز حطينا دو بيكس، بدلنا حرف بالاي اللي هو اللي فوق نقطتين، وضفنا باخر الجمله باخر الفعل اس تي. او هون بيقولوا الالمان بصيغتين، يا اما بيقول لك دو بيكس او بيقول لك دو باكس، مثل ما انتم شايفين نفسه ولكن بنضيف له بالاخر اس تي. Sie es weiß. Sie es tut. Sie es vergisst. Sie es backt oder backt. طيب بتمنى اللي ما شاف الفيديوهات السابقه يتفرج عليها كلها لحتى يقدر يفهم جميع الافعال العاديه والافعال الشاذه. وراح نضل ان شاء الله نعطيكم تمارين ونعطيكم افعال ونعطيكم ضمائر لحتى تقدروا تفهموها وتخلصوا الاينس وانتم فاهمين ان شاء الله يا رب كثير افعال وكثير قواعد وهالامور هي. طبعا حسب كل مستوى راح نعطيكم على هواته، ما راح نعطيكم شيء زياده او راح نعطيكم شيء مثلا يصعب عليكم ان شاء الله او تصعب فهمه، بحيث تخلصوا كل مستوى على حده. اذا زي اس هو هي او هي للمحايد تاخذ فايس، فايس
شو الاختلاف؟ احنا الرئيسي الفعل الرئيسي حطينا A E بعدين R Z S تول مثل ما انتم شايفين. شلنا الام حطينا فقط T وبعدين فرجست اللي هي انسى، هو ينسى او هي تنسى او هو او هي تنسى. تمام. بعدين مثل ما شايفين طبعا هون اخواتي كمان نفس الكلام على الفعل الرئيسي حطينا بداله اي والاي والان حطينا بدالهم اس تي. وبالاخر بيكت كمان نفس الكلام، شلنا الآ حطينا بدالها اي اللي هون حطين، وهون كمان فينا تستخدم نفس الجمله ولكن نفس الفعل ولكن نحط بالاخر تي وتحذف الاي والان من الفعل. Weiter Vater, Wir wissen, wir tun, wir vergessen, wir backen. مثل ما تعلمنا اخواتي بحالة الجمع الفعل دائما بنزل مثل ما هو، ما بيختلف في شيء. Wir wissen, wir tun, wir vergessen, wir backen. هاي سهل جدا اخواتي، مع حالة الجمع دائما ما بيختلف شيء ابدا حبايب القلب. Weiter Vater, ihr wisst, ihr tut, ihr vergesst, ihr backt. هون اخواتي انتم هذا الضمير هي يعني انتم او انتن، انتم او انتن هي فيست. هون شوفوا الاختلاف، اختلف فقط شلنا الاي حطينا بداله حرف التي فقط لا غير. هي توت هون شلنا الان حطينا بداله حرف التي، وهي فرجست إذا انتبهتوا شلنا حرف الأ والأن حطينا فقط حرف التاء نفسه مثل ما هو، فقط شلنا حرف التاء وبدلناه. إيا باكت هون ما حطينا شيء نهائيا، شلنا فقط الأ والأن حطينا فقط في الآخر حطينا حرف التاء. weiter Vater. Sie wissen, sie tun, sie vergessen, sie backen. هون اخواتي زي الكبيرة بأول الحرف هي حضرتك أو حضرتكم، وهون الزي هم أو هن مثل ما انتم شفتوا اخواتي. التنتين بحالة الجمع فينا نستخدمهم، أو حضرتك فينا نقول كمان نفس الكلام، فينا نقول حضرتك أو حضرتكم. الضمير هذا بيعني حضرتك أو حضرتكم، الضمير هذا بيعني هم أو هن. وبداخل دائما اخواتي نفس الفعل، كمان الفعل نفسه بينزل مثل ما هو، فيسل تون فرجسن باكن بينزل دائما حبايب القلب مثل ما هو. بتمنى يا رب ترجعوا تعيدوا الكلمات هاي والافعال الشاذة هاي كلها تحت الفيديو، تكتبوها تتدربوا عليها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة لحد ما تحفظوها، وتضل تعيد الدرس مرة ومرتين وثلاثة لحد ما تحفظوها. كل ما اجتهدت على نفسك أكثر كل ما حفظت اللغة بشكل أسرع وبشكل أكبر حبايب القلب. هيك بنكون إن شاء الله خلصنا. تحياتي لكم، أخوكم أبو نزار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.